استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم. استقبل أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن البلديات بدول مجلس التعاون المشاركين في الاجتماع 17 لوزراء البلديات. وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالمشاركين في الاجتماع 17 لوزراء البلديات، مؤكدين سموهما أن مملكة البحرين تسعد دائما باحتضان فعاليات العمل الخليجي المشترك التي تشكل منطلقا نحو استكمال مسيرة التعاون وصولا إلى مستويات أرقى من التنسيق والتكامل. وأعرب سموهما عن تقديرهما للجهود التي يقوم بها وزراء البلديات بدول المجلس في توفير البيئة البلدية والتنموية التي تلامس طموحات الإنسان الخليجي. إلى ذلك فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أنه بتوجيهات قادة دول المجلس فإن الحكومات لن تنشغل إلا بجهود التنمية ولن تجدي أي محاولات لإلهائنا بقضايا الهدف منها هو عرقلة مسار التنمية ووقف اندفاعها، لافتا سموه إلى أن أي تطوير تنموي خليجي يجب أن يوازن بين التنمية الحضرية والعمرانية والحفاظ على الهوية الخليجية. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن تبني رؤية مشتركة للمخططات الاستراتيجية على مستوى دول مجلس التعاون يعزز التعاون ويعد أحد الجسور التي نصل من خلالها إلى التكامل الخليجي. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية زيادة وتيرة التكامل والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتغطي كافة المجالات لا سيما العمل البلدي الذي يعد أحد أهم روافد التنمية الحضرية التي تشهدها دول المجلس. ودعا سموه إلى الاستفادة من التجارب التنموية والمبادرات البلدية التي يتم تنفيذها في دول التعاون للارتقاء بالخدمات البلدية والتشجيع على إطلاق مبادرات مشتركة للإسهام في دفع العمل البلدي في دول التعاون بما يصب في صالح المواطن الخليجي. من جانبهم أشاد وزراء البلديات بدول المجلس بالجهود التي تقوم بها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من أجل تعزيز العمل الخليجي المشترك، وأعربوا عن سعادتهم باحتضان مملكة البحرين للاجتماع 17 لوزراء البلديات بدول المجلس، مشيدين بالتسهيلات التي قدمتها المملكة من أجل إنجاح الاجتماع والخروج بقرارات تحقق نقلة نوعية على صعيد التعاون الخليجي في المجال البلدي.